السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وراحة بال. يا رب يبارك في رزقكم وفي اولادكم وفي بيوتكم وفي صحتكم، اللهم امين. انا ريهام ودي قناتي، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان وتضغطي على علامة الكل عشان يوصلك مني اي اشعار باي فيديو انا بنزله، عشان نكبر مع بعض ونوصل نحقق الحلم ونكون اجمل عيلة مع بعض ونكبر مع بعض. ما تنسيش تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ يومنا النهاردة بيوم جديد وروتين جديد وفيديو جديد، كله بركة وطاقة ونشاط. والنهاردة عاملة لكم مفاجأة بجد جميلة جدا. يلا اللي عايز يبدأ دايت يبدأ معايا من النهاردة. المشروب اللي أنا عملته دوت كان قرفة عليها جنزبيل. حطيت كده معلقة من القرفة ومعلقة من الكركم ونص ليمونة، ونزلت عليهم بمية مغلية. لو حابة انت تحليه بعسل ماشي، لو مش حابة خلاص انا شربته كده. وهتغطيه لحد ما يبرد وهتشربيه مرة واحدة. تمام كده. ده اول حاجة. هتشربي مشروب كده، هو بجد بينسف الدهون بالذات دهون البطن. انا هنا شربته هون. والمفاجأة اللي معايا اسفة، ان انا جبت اللي هو المنتج بتاع التخسيس. هو مش بتاع تخسيس، هو بيساعدك على ان انتي تتحكمي في الشهية، وبتحكم لك في الشهية بتاعتك، اللي هو بيخليكي مش محتاجة سكريات زي الاول. و بيتحكم في الشهية، ما بيخليكيش تاكلي نشويات زي الاول، اللي هو العيش الرز الكلام ده. بيخليكي تقللي الكميات يعني، في السكر وفي العيش وفي الرز والكلام ده، النشويات عامة يعني. بيتاخد على اول ما تصحي من النوم كده، بتاخدي كبسولتين على كوبايتين مية كبار، وبتاخديه قبل الاكل بنص ساعة. انا هنا ممكن تعملي الفطار بيكون تعملي بيضتين، يا تسلقيهم يا تعمليهم في معلقة سمنة كده وتاكليهم مع رغيف عيش بلدي. ما تاكليش عيش ابيض او عيش سن او توست. تمام. انا المتاح عندي كان العيش البلدي صراحه يعني. ونزلت كده السوق، جبت خضار وفاكهه الحاجه اللي ناقصاني. جبت كده فلفل وطماطم، وكان عندي بتنجان، وجبت بطاطس، وجبت فاكهه الاولاد، وجبت رمان، وجبت جوافه. كمان جبت خيار عشان بقى نعمل سلطه. آم، وكمان جبت اللهم صل على النبي، رمان وبرتقان. وجبت كده كان يوم تلات جبت سمك. الغدا بتاعي كان النهاردة سمك. انا بالظبط شفته كوباية الشاي اللي بتشوفها الشاي، دي بس اللي بتاخدها رز. تمام. بس انا اليوم ده ما عملتش السمك. انا عملت السمك اليوم تاني وعملت كده كفتة، وجبت جنبها رز اصفر. الكفتة زي ما انتم شايفين ده كيلو من اللحمة المفرومة، ونزلت عليه بكيسين من البقسماط و بيضة عشان بس تلم اللحمة مع بعضها ما تفرولش. ونزلت بالبهارات بتاعتي والملح، هي كانت لسه ساقعة شوية. ونزلت كمان ببصل، وهديها بعد ما قلبتها كده، هديها وش فرم كمان في الكبة علشان تنعم معاكي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين دي من دي؟ يعني بوريكم ان لازم عجينة الكفتة بالذات يكون فيها يعني الخيوط دي باينة فيها، اللي هو الأنسجة بتاعت اللحم تكون متشابكة كده ببعضها. وكان عندي هنا الدهن ده انا مسيحاه، ما كانش عندي دهن اللي هو الصحيح يعني، لسه ما تسيحش لا. كنت انا مسيحاه، خدت كده معلقة كبيرة وزي ما انتم شايفين كده عجنتها في قلب ال اللهم صل على النبي، اللحمة اللي هي بتاعت الكفتة، عجينة الكفتة. زي ما انتم شايفين كده صبعتها. انا مش هعمل الكمية كلها مرة واحدة، انا هعمل نص الكمية، يعني مقدار نص كيلو لحمة. بس انا يعني قلت بدل ما اعين اللحمة كده وارجع افرم لها بصل واعملها، لا هي مرة واحدة واشيل كفتة اللي هو تكون جاهزة. زي ما انتم شايفين كده الكمية دي كلها انا مش هعمل الكمية كلها. تمام. انا هنا عشان ما عنديش شوربة سخنت مية للرز، وهنا نزلت بشوية زيت ومعلقة سمنة بلدي. تمام.
ونزلت كده كنت شايلة حتة لحمة مفرومة، معلقتين 3 كده، ونزلت بيهم في الزيت والسمنة اللي انا قدحتهم دول، وهديها تشويحة. هي كانت لسه متلجة برضو شوية. هديها تشويحة وهنزل بالبهارات بتاعتي، وهنزل باللوري والحبهان والقرفة اللي هي الخشب العيدان دي، وكمان هنزل بالبهارات بتاعتي والكركم، وهخلي اللحمة تتشوح بالبهارات دي. تمام كده زي ما انتوا شايفين خلاص اللحمة اتشوحت اهو زي ما انتوا شايفين، ونزلت كمان بالبهارات بتاعتي على اللحمة، اديتها تشويحة كده معاهم. وانا كنت في الوقت ده نسيت اغسل الرز فاتأخرت على اللحمة، كانت نشفت شوية بس. غسلت الرز ورجعت اهو. انا كنت الاول ما بغسلش الرز البسمتي، بس بصراحة لما غسلته لقيت بينزل منه نشويات كتير، والنشا اللي هي بتكون، بس ما بتكونش نشا زي بتاعة الرز الابيض، لا بتكون والله يعني زي زيوت كده، مش نضيفة خالص. واي حاجة في الرز بتنزل مع المية بتاعة الغسل اللي انت تغسلي مرة واتنين وتلاتة زي الرز الابيض. ونزلت كده بالمية المغلية، ما ينفعش انك تحطي مية عادية عشان آم، اللهم صل على النبي الرز يفور على طول، وما ياخدش وقت ولا يبوظ منك. تمام كده. هنا دي نص الكمية اللي خدتها من الكفتة. زي ما انتوا شايفين نزلت بشوية زيت، وهديها تشويحة، بس انا مش هدخلها الفرن، عاملاها على البوتاجاز. والله العظيم كانت جميلة جدا جدا جدا. ما تصعبيش الامور على نفسك. وزي ما انتوا شايفين اهو، دي هديها تشويحة كده على كل جنب بحيث انها تمسك نفسها. تمام. انا كل مرة بعمل معاكم الكفتة بحط معلقة نشا وبزود بيض، بس بصراحة انا محطتش نشا ولا حطيت بيكنج باودر، بس كانت جميلة جدا. كان عندي هنا صلصة انا فرماها وكنت مسبكاها، فكانت لسه متلجة. نزلت كده معاها فصين توم، نزلت معاها كده فصين توم قطعتهم، ونزلت عليها بشوية مية صغيرين بحيث ان الكفتة تشرب من الصلصة دي وما تنشفش. ما هو انت لو فضلت تقلبي كده وتشوحي في الكفتة، هي كأنك نزلتها في زيت بس، اللي هو انت ما عملتيش اي حاجة تخليها طرية. فانا لما زودت شوية المية على الصلصة، لان الصلصة كانت لسه اللي هي متلجة. تمام كده. انا فكيتها كده بشوية مية، ووزعتها كده على الكفتة كلها وفي الصينية كلها، وحاسبها لحد ما تنشف والصلصة بتشرب الصوص بتاعها دوت. و بجد والله بتفرق. جربوا الطريقة دي، انا بعملها على طول. ما بحبش يعني الكفتة الا بالطريقة دي. اي نعم بتكون دسمة وكل حاجة، بس بصراحة بيكون طعمها غير كده. الرز بتاعي استوى اهو مفلفل زي ما انتم شايفين، جميل جدا تبارك الله. كده خلصنا الرز، وكده اهو الصلصة الكفتة بالصلصة. بعد ما الصلصة هي خلاص مش نشفت خالص، بس هي نشفت نوعا ما، هتلاقي بقى ان الزيوت اللي الكفتة شربتها شايفين نزلت. وغرفنا كده الغدا، وانا اخدت 3 صوابع من الكفتة. تمام. وكمان اخدت طبق بس من اسفل، ممكن السلطانية الصغيرة بتاعت الطقم الملامين اللي عندك، او اي سلطانية صغيرة تعبري بيها المقدار اللي انت هتاكليه من الرز. تمام. او كوباية من الشاي اللي هي زي اللي انتوا شايفينها دي، تعبروها رز وتاكلوها. ولو انتوا لسه جعانين بتكملوا بقى بسلطة. بس انا الحمد لله الكمية دي كفتني والله، وشبعت. ليه؟ زي ما قلت لكم الفات بوم بجد سحر. هو مش سحر ان انتي بتخسي عليه، هو ما فيش اي حاجه بتخسس، يعني هو مش هيخسسك من غير نظام رجيم. تمام كده. او نظام دايت. الدايت هو اللي يعني، هو مفيش حرمان في الدايت ولا في حرمان في خسارة الوزن. كل اللي انت بتعمليه انت بتقللي كل الكميات اللي انت بتاكليها، ومع الوقت معدتك بتستسلم نفسها على المقدار المعين دوت. وكمان لما بتمنعي السكر، المفروض ما تمنعش السكر على طول،
عقلك وجسمك مش هيستوعب ان انت كان هو يعني هو كان ضاري ان هو ياخد كمية من السكر معينة، فما ينفعش انت تحرميه منها مرة واحدة. تلاقي نفسك مش قادرة ان انت تخسي، مش قادرة ان انت تبعدي عن الحلويات، مش قادرة ان انت اللهم صل على النبي تتجاوبي مع ان انت خلاص عاملة رجيم. فالمخ نفسه ما بيتأقلمش على كده، ما فيش حاجة بتتاخد مرة واحدة. هتبدأي مثلا لو بتشربي 3 معالق سكر 4 معالق سكر، انا كنت بشرب 4 معالق سكر، يعني ده سكر زيادة وأوفر. دلوقتي الحمد لله، بفضل ربنا ثم فات بوم صراحة يعني. ان انا دلوقتي بشرب معلقة سكر واحدة واوقات نص معلقة، اوقات يعني لما بكون كده يعني يوم فري او كده. انا بقالي الفيديو ده يعني انا مسجلاه بقالي 4 ايام بس، يعني انا مصوره بقالي 4 ايام، وخلصت شريط من الفات بوم. الشريط بيكون فيه 10، اللي هو انا كده خلصت بقالي 5 ايام. تمام. بجد والله فرق معايا، اللي هو انا نزلت بس ما نزلتش اللي هو الوزن القياسي اللي انا عايزاه. بس حسيت ان انا لما قللت في الاكل، في النشويات، في السكريات، في الزيوت، في الكلام دوت، حسيت والله بتحسي احساس ان انتي فراشة ماشية على الارض. ما بتكونش ماشية والله، بتكوني طايرة طايرة في السحاب كده. ماشي. ده الاحساس اللي انتي بتحسيه لما بتاخدي فات بوم. تمام كده. وكمان بيعالج تكيسات المبايض. لو انت عندك تكيسات مبايض والله بجد بيعالجها. اللي هو مش من اول يوم هتخدمه او اول مره هتخدمه، لا بالعكس. هو يعني بيلعب على مقاومة. لو عندك مقاومة انسولين، ده بيساعدك في مقاومة الانسولين. واللي انت ما تعرفوهوش ان اكتر الناس او الستات اللي بيتخنوا يا عندهم مقاومة انسولين، يا هم عندهم تكيس على المبايض. فده بيخليهم اكتر عرضة ان هم يزيدوا في الوزن. ففات بوم بجد هو بيلعب على ان انتي في القهوة الخضراء. تمام. القهوة الخضراء معروفة ان هي بتخسس. وفي مواد تانية والله انا لو معايا العلبة دلوقتي كنت قريت لكم الفوائد بتاعته والمواد اللي هو متكون منها. بس كل حاجة فيه آمنة وطبيعية 100%. وده قليل جدا جدا ان انتي تلاقي حبوب تخسيس او حبوب تتحكم في الشهية بتاعتك، تكون حاجات طبيعية 100%. فده مش هتلاقي كتير. تمام. فنبدأ كده ونغير نظام حياتنا. بإذن الله هتكوني أفضل، بالذات لما تقللي الكميات. هتحسي بأقل حاجة هتحسيها مع التجربة دي ان انتي كل يوم هتنامي وانتي مرتاحة، اللي هو مش بطنك تقيلة ولا بطنك تقيلة على ظهرك ولا ظهرك بيوجعك ولا الكلام ده. ما هو اي كيلو في بطنك زيادة على ظهرك، ف تلاقي ظهرك بيوجعك وبطنك بتوجعك وعندك المعدة تعباكي وكل حاجة. فنظام اللي هو ان هو ما بيخسسكيش مرة واحدة، عشان انت لو خسيتي مرة واحدة هتزيدي برضو بعد ما تخسي وتسيبي الحاجة اللي انت خسيتي عليها، الحبوب او ايا كان، هتزيدي عليها اضعاف ما كنتي. لان انا مجربة ومش اول تجربة ليا مع حاجة تخسس او اي حاجة تسد الشهية. تمام. فانا بنصحكم يا حبايبي، وده مش اعلان، وانا يعني مش انا اللي هعمل اعلان لفات بوم، يعني اظن انتوا عارفين. تمام كده. آه وكده يومنا بعد ما اتغدينا غسلت المواعين، و مسموح لك انت تشربي قهوة خضراء وقهوة عادية. القهوة اللي هي اللي احنا بنشربها المعتادين عليها دي بتخسس برضو. اي نوع قهوة بيخسس. تمام. بس الخضراء اكتر. انا والله ممكن لازم تشربي في يومك اي حاجة فيها كافيين عشان تقدري تقاومي وتكملي يوم. تمام. انا كده غسلت المواعين بعد الغدا، وغسلت كمان البوتاجاز، ما كانش متوسخ جامد، بس غسلته كده. ما ينفعش ان انا اطلع من المطبخ وهو متبهدل. تمام. فقلت كده لازم اغسله والمعه.
شايفين بقى مراية شمعة فلة منورة، بس انا اللي مضايقني والله يا بنات العيون بتاعته.